تيجي 5 أسرار في شغل البيت. 5 أسرار في شغل البيت. عشان إيه؟ عشان تمتلكي يوم إنتاجي. وركزي معايا في اللي هقوله. اليوم الإنتاجي هتخلصي فيه كل اللي وراكي من غير أي تقصير. أول حاجة الاستعانة بالله. عبادة الاستعانة منسية استعيني بيها. يا رب أنا بستعين بيك، يا رب استعين بيك فأعيني يا رب. الأذكار. إيه علاقة الأذكار بالكلام اللي بشغل البيت والحاجات دي؟ تعملوا قصة. سيدة فاطمة كانت بتعمل في بيتها، تقوم بالراحة كده، ايديها اتبرت من كتر الراحة، بتطحن القمح والغلة دي. خلاص ايديها عملت من الطحين، تعبت. راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي، قالت له روح للنبي يوم السبي هات لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اذهب وانا جاي لكم. عايزة تسألوا الخادم، جارية يعني تعينها على شغل البيت والكلام ده. فقال لا، انا هقول لكم حاجة افضل من الخادم. ايه بقى؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ادلك على ما هو افضل وخير لك من خادم.